السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كامل راكم لاباس. بون اليوم راكم سمعتوا بالك في القنوات العالمية، وهو الخبر الكبير اللي دارته بلادنا سي نورمال، وخبر يعني احنا عندنا كجزائريين عادي جدا. بالك في العالم يبان لهم حاجة غريبة، حاجة كبيرة بيان سير. هو انا عندي شخصيا حاجه عاديه جدا، يعني انا عندي ثقه كبيره في القياده تاعنا باللي تقدر دير كلش. الامور اللي ما تجيش في راسك يديروها عادي. الخبر هو يعني اقتناء الدوله تاعنا طائرات الجيل الخامس 5 جينيراسيون، يعني احدث طائرات في العالم، ان لم نقل يعني احسن طائره حربيه مقاتله في العالم. يعني الصفقة اللي كانت عندها مدة من اللي دارتها بلادنا، مي اليامات هذو جابوها وخرجت للاستعراض. هذا يعني على كل حال قنوات ومنها فرنسية، يعني الخبر هذا نزل عليها كالصاعقة، رغم ان يعني لي ميديا فرونسيز يعني دارت ستادير لانفورماسيون هذه وخرجتها وتكلمت يعني بصدق باللي صفقة عالمية، صفقة كبيرة باش أحدث طائرة في العالم تشريها الجزائر. على بالكم باللي حاجة يعني ليهم هما حاجة كبيرة بالبزاف، حاجة اللي تهوهب، حاجة اللي تخوفهم، حاجة اللي تزيد القوة لبلادنا، بلا ما نحكيو على الجيران منا ومنا. ماشي يعني مستوى باش نتكلموا عليهم. لكن انا شخصيا يعني الصفقه هذه جاتني عاديه جدا، باسكو صافي ان بو مومون، صافي لونطون ملي على بالي باللي بلادنا يعني دارت صفقات كبيره، صفقات عسكريه رانا نتكلموا، صفقات كبيره يعني صفقات وين جابت اسلحه جد متطوره، اخر ما يعني صنعت اخر الصناعات الحربيه، يعني جو دير. اخر صفقه يعني الصفقه الكبيره اللي دارتها هو اقتناء يعني طائرات حربيه الجيل الخامس. فوالا هي الله اعلم 6 طائرات اللي جابتهم. حاجه مليحه لينا ونقولوها ونعاودوها، يعني العمود الفقري تاع البلاد وهو الجيش تاعنا لازم يتسلح باحدث الاسلحه. العالم انا نشوفه فيه باللي المستقبل الدول، المستقبل يعني للدوله اللي تكون عندها سلاح كبير، عندها جيش قوي. هذه هي يعني دوله نتكلموا ونعاودوها باللي دوله بلا جيش قوي يعني كي شغل الانسان يحلب مورطاس، ما عندك حتى قيمه. واحد ما يهابك، واحد ما على بالو بيك. ديروا في بالكم باللي ادخلوا برك شوفوا يعني لي ميديا يعني مونديال، تشوفوا الخبر هذا كيفاش يعني في فرنسا تكلموا عليه، في اسبانيا، في ايطاليا، في البرتغال، حتى في الهند تكلموا عليه، حتى الدول العربيه الله يبارك تكلموا يعني بفخر، يعني باسكو هذا فخر ماشي غير للجزائر، للامه العربيه. احدث طائره حربيه في العالم اقتنتها الجزائر، واقتنت ماشي طائره، 6 طائرات جمله، وما زال نعطيكم معلومات رسميه باللي اسلحه فتاكه الجزائر يعني بلادنا راح تمتلكها. اللي امتلكناها او مبينين بصحك راح نمتلكوا اسلحه فتاكه، يعني راح يدخلوا يعني مع الكبار تاع الصح. هذه هي، واحنا عندنا نتكلموها ونعاودوها، عندنا ثقه كبيره في الدوله تاعنا وفي القياده تاعنا باللي يعني نروحوا بعيد. يعني مازال برك باللي الناس توقف مع الدوله تاعهم، توقف خاصه مع الجيش تاعهم. اما هذا الخونه هذو بائعي الذمم تاعهم هذو، يعني واش نقول لكم، يعني انسان اللي خان الوطن تاعو واش من خير فيه ما في حتى خير، يعني ما هذه. والقادم افضل، نقولها ونعاودوها، القادم ان شاء الله افضل. هذه هي، والسلام عليكم.